تعالوا مع بعض نعمل شوية معجنات تدفي بيهم الشقة في الشتاء ونشيلهم كده في الفريزر. ينفعونا بقى أيام المدارس وأيام الامتحانات اللي احنا داخلين عليها دي، وينفعونا برضو في الفطار الصبح لو انت بتنزلي الصبح في الشغل. تعالوا نشوف السندوتشات. السندوتشات دي جاهزة، محشية جبنة زي ما انتوا شايفين. ممكن تحشيها أي حشوة انت عايزاها. أنا حشيها جبنة عشان اللي يفطر بيها الصبح تبقى خفيفة. ممكن تحشيها لانشون، جبنة، مربى، شوكولاتة. ممكن تسيبها فاضية وتحشيها بعد كده، تفتحيها وتحشيها براحتك زي ما انتوا شايفين كده. بتتشال في الفريزر وتطلع بعد كده تتسخن او تتساب كده نص ساعة كده، وبعد كده بتلاقيها جاهزة للأكل. حاجة سهلة وبسيطة ومش هتكلفك كتير. من كيلو دقيق عملت الكمية دي زي ما انتوا شايفين كده. دي عبد الرحمن بيوريكم السندوتش من جوه. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عندي كيلو من الدقيق، دقيق سايب زي ما انتوا شايفين. عندي نص كوبايه من السمنه ونص كوبايه من الزيت وكوبايه الا ربع من السكر، وما تقلقيش مش هتبقى مسكره. وعندي 2 بياض بيض هوريهم لكم دلوقتي. وعندي معلقه كبيره من الكيك شيف، وعندي معلقه ونص من الخميره. في الشتاء ممكن تزودي الخميره عادي، في الصيف بتقلليها لان طبعا الجو بيبقى حر. هفضي الدقيق زي ما انتوا شايفين كده في العجان الاول، وتعالوا تشوفوا هنعمل مع بعض. وعندي معلقه كبيره من القشطه هوريها لكم دلوقتي وانا بحطها، اللي هي قشطه وش اللبن عادي. عندك تمام، ما عندكيش مفيش مشكله. ممكن تبدلي بدل مكان السمنه اللي احنا عاملينها دي سمنه بلدي. انا عاملاها سمنه عاديه خالص، سمنه كريستال الصفرا اللي هي عاديه خالص. تمام. انا هنا افضي الخميره، وافضي السكر والبيكنج باودر، وهحط ربع معلقه من الملح. كل ده في العجان. وافضي السكر زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا بس بقى ايه، كنت بجيب المقص كده عشان افتح البيكنج باودر والخميره معاكم. وهوريك دلوقتي لما احط بياض البيض. احط القشطه الاول، وبعد كده هفضي مكان القشطه بياض البيض وهحطه دلوقتي قدامكم. هنا بحط هنا نص معلقه من الملح كده او ربع معلقه. ما تكتريش لان انا هحشي الجبنه، هحشي بجبنه. انت ممكن تحشي باي حشوه زي ما انت عارفه، زي سوري زي ما انت عايزه يعني. انا هنا بقلب المكونات الجافه بالشكل ده. هضيف عليها بقى السوائل. عايزه تعجني بالعجان براحتك، عايزه تعجني بايدك تمام مفيش مشكله. سواء ده او ده هيتعجن وهيبقى زي الفل. انا هنا بس بسوي يعني بساعد العجان بتقليب كويس عشان عايزه المكونات كلها تختلط مع بعضها. مش عايزه يبقى جنب فيها خميره وجنب مفهوش والكلام ده. هنزل هنا دي تحويشة وش اللبن كده بالشكل ده. عايزه تحطيها حطيها، مش ما عندكيش مفيش مشكله، تستغني عنها عادي. بس تدي قيمه غذائيه للقرص بتاعتنا او السندوتشات بتاعتنا، وبتدي طعم حلو. عندي هنا الزيت، هفضي نص كميه السمنه، وهسيب النص التاني في اخر العجينه خالص. هلم بالعجين بالشكل ده كده. العجين زي ما انت شايفه كده السمنه يعني سايحه، مش مخرجاها من التلاجة بقالها فتره يعني. مش مسيحاها قوي ولا سايباها مجمده قوي عشان متقطعليش العجينه. عندي هنا ميه دافيه بالشكل ده كده. واحده واحده بقى، وننزلي بالعجينه بالراحه عشان ما تبقاش سايله معاكي. عايزه عندك لبن وعايزه تعجني فيه تمام. عندك مثلا اللي هو لبن القاطع ده برضو مفيش مشكله، هيدي نتيجه حلوه قوي للمعجنات، وعجننا بيه قبل كده كتير. انا هنا هجيب بقى بياض البيض كده. هاخد الصفار للوش والبياض للعجينه نفسها بالشكل ده. هركن الصفار على جنب كده. هبقى اضيف عليه شويه لبن. وهنا دلقت البيض واكمل بعد كده عجن بميه. تمام. اول ما العجينه تتلم معايا هنزل بقيه السمنه على طول. طبعا ممكن السمنه دي لو انت
تتبدل بزبدة عادي. مع ما عندكيش زبدة ممكن تعجني بزيت كله، تبقى بدل نص كوباية تبقى كوباية كاملة، نصها في الاول ونصها في الاخر. ما عندكيش او مثلا عايزه تعملي تحطي فيها سمنه، يبقى زي ما احنا عملنا كده نص ونص. العجينه هنا ابتدت تتلم معايا زي ما انتوا شايفين، والدقيق يختفي خالص بالشكل ده. هنزل بقى السمنه وهسيب العجينه تتعجن شويه حلوين معايا، وهدلق شويه صغيرين خالص من يعني بعد ما احط السمنه تتقلب هلاقي العجينه برضو لسه ايه شاده معايا كده مش طريه. هضيف لها شويه ميه صغيرين تاني. تحس العجينه بتتقطع معايا، عايزه تتعجن شويه حلوين. في الوقت ده كده انا هضيف شويه ميه تاني، واسيب بقى العجينه لمده مثلا حوالي 3 4 دقايق كده بالعجينه تتعجن شويه حلوين. بس انا هحط سنه ميه صغيره بس عشان ما تسيلش معايا اول العجينه. بصوا العجينه برضو متماسكه مش بتلزق معايا، نفس الوقت اتعجنت كويس. انا بس عشان هنا في حاجات زحمه على الرخامه وكده، فتحس ان العجينه قريبه من الشاشه قوي. سبت العجينه تخمر معايا وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاجي بقى بعد كده هكورها كور كده واشكلها التشكيله اللي انا عايزاها. تمام. عندك بقى شكل مربع، شكل سندوتشات الفينو، مثلا مدوره، براحتك. اي تشكيله انت عايزه تعمليها اعمليها. احنا عملنا تشكيلات كتير قوي على القناه، وعملنا السلوزونات كتير. كنت شكلها شكل السلازون كده، او القراص المدوره العاديه خالص، وتشقيها بالسكينه كده، او تعمليها على شكل رغيف الفينو، مفيش مشكله. تمام. انا هنا بس هقطع شويه حلوين كده عشان العجينه تريح معايا، وبعد كده ابتدي بقى اشكل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. حابه اللي انا اعملها جاهزه كده الولاد ياخدوها على طول من غير ما يبتدوا بقى يعرفوا. يعني ما يعني لسه بقى هيفتحوا فينو ويحشوه الكلام ده كله. يعني حبيت اريح دماغي من الموضوع ده، مبقاش شايله هم الفطار. فالسندوتشات دي جاهزه، تمسكي السندوتش كده تاكليه مع كوبايه شاي وتريحي دماغك. طبعا الكلام ده اللي بيشتغل واللي بيروح المدرسه، مش شرط اللي بيروح المدرسه لوحده. تمام. انا قطعت شويه هنا بس عشان مش عايزه ايه احط كميه عجين كبيره قدامي وتبتدي تنشف وكده، فهبتدي ايه اعمل شويه بشويه. عندي جبنه هنا، نوع الجبنه اللي هي الصفرا اللي هي الحادقه دي، عامله زي الجبنه القديمه شويه. انت بقى عندك مثلا جبنه فيتا، جبنه دومتي، براميلي، رومي، اي حاجه عايزه تحشيها بيها، او فراخ او لحمه مفرومه، اي حشوه زي ما قلنا هتعمليها بيها عادي. مش حابه ممكن تسيبها فاضيه وتيجي تحشيها بعد ما تطلع، بس انا شايفه كده اسهل ورايح دماغي احسن. هبتدي اعمل التانية زي ما انتوا شفتوا كده. انا مقفيه على شكل صباع الفين وكده. طبعا الحشوه دي بقى انت يعني ومزاج. بقفل من الجنبين بس كده عشان الجبنه ما تسيحش وتخرج، وابتدي اقفل زي ما انت شايفه كده. بضغط عليها وبعد كده بالشكل ده كده اضغط على الحروف بالشكل ده. طبعا انا بحطها كده. بصوا عبد الرحمن بيقولكوا عاملين ايه وحطوا لايك. بالشكل ده كده بضغط عليها تاني لما بحطها في الصاج، متبقاش عاليه كده، يعني هي كده كده هتعلى تاني. انا كده كده هسيبها تاني بعد ما اشكلها هتخمر تاني، وبعد كده بقى ايه ادهنها دهان الوش وادخلها الفرن على طول بالشكل ده كده. اظن مفيش اسهل من كده. شويه دقيق وهتقومي تعملي شويه بصوا سندوتشات عظمه كده ويدفولك البيت. مش هتشيلي هم الصبح بقى تقومي تجهزي فطار او تنزلي بقى تجيبي اكل من تحت او الكلام ده كله. خلصت اول صاج، هو الكيلو دقيق عمل لي صاجين،
بصوا انا حبيت ان أنا اعمل شكل كده بالشكل ده. عندك مثلا سكينة حامية زي كده مثلا، او عندك موس يكون نضيف ما بتستخدموش لحاجة، ممكن تشرحي بيه شكل الفينو كده بالشكل ده، او السندوتشات بتاعتنا. انا بعمل بسن السكينة كده فبتلاقيه بيغرز معايا وبتبين كده زي ما انتوا شايفين. انت طبعا هي لسه ما خمرتش معايا، مجرد ما تخمر معايا انا بخرزها كده، ومجرد ما تخمر هدهن بقى الوش بتاعها بصفار بيضة وشوية لبن وسنة خل صغيرة بالشكل ده كده. انا طبعا بعملها قبل التخمير علشان ما تهبطش معايا. اعمل برضو الصاج التاني بالشكل ده. اظن مفيش اسهل من كده يعني، في اسهل الاحوال يعني. ما بتعرفيش تعملي اشكال المعجنات، هتعملي الشكل البسيط ده السهل ده، وهتلاقي نفسك عملتي احلى سندوتشات جاهزة، احلى من الفران بجد والله العظيم، وانضف بكتير واوفر بكتير. جربي كده، اعملي كيلو دقيق بالكمية دي كلها، ما شاء الله هتطلع لك كمية حلوة يعني. زي ما انتم شايفين كده، اللي شفتوه في اول الفيديو كان هو ده بعد ما التخمير. طبعا بعد ما يخمر الرغيف فينو يعني تاكل واحد يسد معاكي طول النهار. كفايه بس نظافه الحاجه اللي انت بتعمليها في البيت. انا هنا جبت زي ما قلت لكم صفار البيض مع شويه اللبن ومعلقه الخل بالشكل ده، عشان بس اديني ايه اللون اللي انتوا شفتوه ده. مفيش بيض مثلا او مش عايزه تحطي بيض عشان الزفاره، شويه لبن مثلا مع سنه بتاع ده فانيليا. ما تقلقش من ريحه الفانيليا ريحه الجبنه بالذات، طعم الجبنه. مش عندكيش لبن، حطي شويه ميه وحطي معلقه سكر فيها ودهني الوش بيها، هيديكي لون حلو قوي زي بتاع الافران. ما تفكريش الافران بيعملوا لنا بيض ولبن والكلام ده، لا ما بيعملوش الحاجات دي اصلا. هم كبيرهم قوي شويه ميه كده في البخاخه الميه بتاع الفرن وخلاص. خلصت الصاج وخمر بالشكل ده، دهنته ادخله الفرن، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في اللي بعدين. ادي الصاج الاولاني زي ما انتوا شايفين، وده تاني صاج. هنا اول ما طلع بخيته بميه وغطيته بفوطه نظيفه، وبعد كده طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بعد ما برد شويه. عايزه اقولك كميه الطراوه والهشاشان اللي في السندوتشات وريحه الجبنه فيها تحفه تحفه تحفه، والله العظيم تحفه بجد. ويعني اللي بيعمل الحاجات دي يعني بص بيبقى فرحان كده وبيعجن الحاجه دي في البيت وبيخبز في البيت، وريحه الخبيز في البيت بتبقى ريحه حلوه قوي. وكفايه بس الناس كلها تبقى شامه الريحه كده وانتي بتعمليها، بتبقى يعني بيبقى نفسها تدوق اللي انتي بتعمليه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.